السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يعني ايه يا جماعه نشتري من بره تمن البسطرمه ب70 جنيه؟ حلال ده ولا حرام؟ ليه يا جماعه الاسعار ضربت في العالي كده؟ اولا انا ذهلت من السعر، اني ما كنتش ببص طبعا. يعني جوزي لما بيجيب الحاجه مش ببص على السعر ولا حاجه، خلاص باخد الحاجه واحطها في التلاجة. جيت في مره ببص على طبق البسطرمه الاقي تمن البسطرمه ب70 جنيه. قلت له ايه ده؟ مش معقوله يعني، بجد تمن البسطرمه ب70 جنيه؟ قال لي اه، ده الكيلو منها اساسا عامل 700 جنيه او 600 وحاجه. قلت له يا نهار ابيض، مش معقوله. طب وليه نجيبها غاليه قوي كده؟ راح قال لي طب انت ايه رايك؟ انت بتعرفي تعمليها في البيت؟ قلت له حتى لو ما بعرفش يبقى لازم اجرب واعملها في البيت، هتبقى اقتصاديه اكتر وكمان هتقعد معانا فتره طويله. راح قال لي طيب تمام، شوفي بقى هتعمليها ولا ايه. وفعلا نزلنا للجزار وجبنا منه اللحمه وعملتها بسطرمه وطلعت بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. رحنا للجزار قلنا له عايزين لحمه حمراء ما فيهاش اي عروق خالص، ما فيهاش اي دهون. جبناها من وش الفخده. ممكن تجيبي عرق تريبيانكو، ممكن تجيبي عرق انتركوت، ممكن تجيبي كمان فيليتو. وطبعا تخليه من اي دهون خالص. انا نشفت هنا هوت اللحمه كويس جدا جدا، ما خليتش فيها اي ميه خالص. نشفيها بمناديل مطبخ او اي قماش عندك نظيفه. نشفيها كويس، مش عايزين فيها اي ميه خالص. بعد كده هنعمل ايه؟ هنبتدي ان احنا نجيب سكينه ونعمل فيها ثقوب صغيره. لازم اللحمه يا جماعه نعمل فيها ثقوب بالسكينه عشان تشرب من الملح ويبقى طعمها مظبوط. ما تخافيش من اي ثقوب انت هتعمليها، وصدقيني الملح مش هيبقى فيه اي مشكله خالص. هنجيب كيس ملح عادي، الملح الناعم. لو عندك ملح خشن تقدري تستخدميه برضو، ما فيش اي مشكله خالص. هنفتحها من جميع الجهات اللي احنا هنفتحها ديت. هنحاول قدر الامكان ان احنا نحط فيها ملح عشان الحياء بتاعها يبقى مظبوط. هنجيب اول حاجه نص كيس الملح هناخده على وش، والنص التاني هناخده على الوش التاني. هنبتدي بقى ان احنا نعمل مساج كده للحمه، ندخل فيها الملح على قد ما نقدر في كل الجوانب. كل حته في اللحمه لازم يتحط فيها ملح. الملح ده يعتبر هو الماده الحافظه بتاعتها اللي بيمنعها من اي عفن. تاني حاجه ملحوظه لازم تعمليها، اللحمه يا جماعه ما يكونش فيها اي نقطه ميه خالص ولا اي دم نهائي، عشان تطلع معاكي مظبوطه وناجحه ومش عامله اي بكتيريا ولا فطريات ولا اي حاجه. زي ما انتوا شايفين قلبتها الناحيه التانية وهبتدي ان انا احط فيها الملح بالشكل ده. طيب هنعمل فيها ايه تاني؟ عندك حلين. ممكن تسيبيها بملحها لمده 3-4 ايام متعلقه، وممكن كمان عشان نختصر الوقت وما نطولش فيها ان احنا ممكن هنضغطها بايه؟ هقولك دلوقتي. بعد ما نحط الدباره، انا المفروض ان انا كنت حطيت الدباره قبل ما احط لها الملح، بس ما فيش مشكله خالص. انا افتكرت بعد ما ملحتها جبت الدباره عملت فيها في اللحمه ثقب كده بالستيكس بتاع الشيش طاووق. هنبتدي ان احنا ندخل الحبل فيها وهنديها ربطة، عشان طبعا احنا هنعلقها، مش هينفع ان احنا نسيبها على طبق او في صينية او في مصفى طول فترة التسوية بتاعتها. هنربطها بالشكل ده، وبعد كده هنيجي من فوق هنربطها ربطة تاني عشان لو عندك شماعة او عندك بقى اي مكان في المطبخ تقدري ان انتي تعلقيها بالشكل ده. المرحلة التانية بقى هنجيب علبة. العلبة هتكون فاضية ونظيفة مفيهاش اي حاجة. هنجيب عليها اي مصفى او اي شبكة عندك. انا ما كانش عندي مصفى كبيرة، المصافي اللي عندي كلها صغيرة، فجبت الشبكة اللي هي بتاعة الفرن، نضفتها كويس جدا وابتديت ان انا احط عليها اللحمة بالشكل دوت. بعد كده هجيب الغطا بتاع العلبة، اي ملح ينزل منك ارجعي حطيه على اللحمة تاني، مفيش اي مشكلة خالص. زي ما انتوا شايفين برضو ان انا اول ما حطيت الملح ابتدى يبقى كأنه مندي كده، لان الملح اي ملح بيتحط على اي حاجة فبتحس ان هو بيخليها تنزل السوائل بتاعتها على طول. المهم هنا حطيت الغطا بتاع العلبة على اللحمة وحطيت عليها اي حاجة تقيلة. انا حطيت قارورة مية عشان تبقى تقيلة جدا عليها لمدة 24 ساعة. نزلت المية كلها، وزي ما انتوا شايفين اللحمة من بره لونها اتغير، لكن من جوه هيبقى لونها احمر وردي وحلو جدا جدا جدا. زي ما انتوا شايفين من ورا كان فيها حبة ملح. هنبتدي ان احنا ننضفها من الملح دوت خالص باي قماش عندك نظيفة او باي منزيل زي ما انا ما عملت كده، نضفتها كويس جدا. تاني بقى حاجة هنعملها، هنسيبها في الهواء لمدة 3-4 ساعات. هتعلقيها في المطبخ كده وتحطي عليها شاشة
او اي قماشه عندك برضو نضيفه، عشان ما فيش بقى مثلا نمله تروح عليها او دبانه او اي حاجه تقف عليها. احنا نحب ان احنا نشتغل كده الحاجه على نظافه، عشان طبعا احنا هناكل والاولاد هتاكل منها، فلازم الحاجه تبقى معموله كده ايه بنظافه وكويس. علقتها بالشكل دوت، سبتها بقى ايه ساعتين 3 كده، وقلت ان انا اجهز الحاجه بتاعتي. معايا نص كوبايه توم مفروم، ومعايا كمان كوبايه حلبه. الحلبه اللي احنا بنشربها ديت هتطحنيها او هتجيبيها من عند العطار مطحونه. بعد كده كمان معايا فلفل احمر اللي هو الفلفل الحلو الاحمر، ومعايا ربع كوبايه من الميه. طب التوابل اللي انا هحطها ايه؟ هحط معايا هنا اهوت 5 معالق كبار بابريكا، 3 معالق كمون، 3 معالق كزبره، نص معلقه فلفل اسود، ومعلقه توم بودره، ومعلقه ملح صغيره. هنبتدي بقى ان احنا نجيب بولة كده تكون كويسة، ولا صغيرة قوي ولا كبيرة قوي. هنبتدي ان احنا نحط التوابل كلها بالشكل ده، وهننزل عليهم الحلبة مع الثوم. طبعا المفروض ان احنا هنضرب الكلام، بس الكبه طبعا عندي للاسف اتكسرت، فجبت جبت الميه وجبت قرن الفلفل، ضربتهم في الخلاط وبقى زي العصير كده، ونزلتهم على التوابل كلها بالثوم. وهبتدي ان انا اقلبهم كويس جدا جدا لحد ما تبقى معايا عامله زي العجينه لينه كده، عجينه طريه نقدر ان احنا نتحكم فيها في الفرد على اللحمه زي ما هتشوفوا معايا بالظبط. قلبيها كويس جدا عشان لو في اي تكتلات تفك، وتبقى ناعمه معاكي، ما يبقاش فيه اي توابل ناشفه خالص. لازم العجينه تبقى لينه يا جماعه معاكي. لو حسيتي ان هي ناشفه قوي ضيفي عليها حبه ميه، لو مظبوطه خلاص تمام. لو لقيتيها بقت سايله معاكي قوي ضيفي عليها حبه حلبه مطحونه. خلاص هنا اهوت اللحمه نشفت طبعا، شلت من عليها القماش، ما عليهاش اي نقطه ميه خالص. تجنبي ان اللحمه يكون عليها ميه نهائي. هنبتدي ان احنا بقى نغلفها. هنجيب طبق فيه ميه، وهنبتدي بقى العجينة بتاعتنا هنمسكها، نحاول ان احنا نغطي اللحمة كلها بالتتبيلة اللي احنا عملناها دي. ما تسيبيش فيها اي فراغات خالص، مش عايزين اي قطعة لحمة تبقى باينة عشان ما تعفنش معاكي. انا بقولك كل الخطوات باتقان يا جماعة عشان الحاجة تطلع معاكي سليمة. معلش ما هو كيلو اللحمة برضو ما بقاش رخيص، كل حاجه بقت غاليه. فبما اننا بقى هنعملها في البيت يبقى نعملها بالطريقه المظبوطه الناجحه، عشان ما نخسرش اي حاجه. برضو التكلفه يعني هي كلها على بعضها كلفتني حوالي 500 جنيه. بس حقيقي يا جماعة طلعت لي ضعف 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 اضعاف اضعاف مضاعفة من اللي احنا بنجيبها من السوبر ماركت، وارخص مليون مرة، والطعم حلو، وانت عاملاها في البيت وضامنة نظافتها وضامنة جودتها. بجد هتاكلي منها وانت مغمضة. طبعا مرضتش اكمل بقيه التتبيله وهي على الطبق، لان التتبيله هتقع على الصينيه، فهفضل احط فيها يمين وشمال. فعلقتها وابتديت ان انا اسويها كلها بالشكل دوت. وطبعا لما تلاقي ان في حته معاكي مش مظبوطه هتحطي ايدك في ميه وتبتدي ان انت تلمعيها زي ما انا ما عملت. اهم حاجه يبقى الملمس ناعم جدا معاكي. بصوا يا جماعة بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بجد كانت يعني شكلها تحفة، بجد شكلها تحفة جدا، وريحتها كانت حلوة قوي قوي. هتسيبيها بقى متعلقة في مكان يكون جيد التهوية. لو الجو عندك حر خديه في وشها مروحة. ما ينفعش ان انتي تسيبيها في مكان فيه بوتاجاز او فيه حرارة عشان ما تبصش معاكي. انا طبعا هنا هو ده بعد اسبوع، ده شكلها بعد اسبوع. جيت طبعا ابتدت تنشف فالحته اللي من فوق اللي وقعت من التتبيله ديت انا جايه احط ايدي عليها لقيتها وقعت. هي قعدت معايا 10 ايام بالظبط. كنت نقلتها في مكان تاني بعيد عن المطبخ. بصوا بقى كنت فرحانه بيها وانا ماسكاها وعماله اقول الله بقى انا اخيرا هقطعها واشوف بقى نتيجه عمايلي عامله ازاي من جوه. جبت بقى طبعا سكينه وابتديت ان انا اقطعها. اول ما قطعتها عايزه اقول لكم ان يعني جوزي وبناتي كانوا قاعدين حواليا وانا بقطعها عشان نشوف شكلها من جوه عامله ازاي. وجوزي طبعا يشوف بقى الفلوس بقى اللي دفعها يعني هتطلع في حاجه جامده ولا لا. المهم فرحنا بقى وقعدنا نقول هي الله بسطرمه طلعت حلوه. قعدنا نقول الله بقى البسطرمه طلعت حلوه واتظبطت وكانت ريحتها حلوه جدا جدا جدا. طبعا التتبيله زي ما انتم شايفين مفيش منها اي مشكله خالص لو وقعت من عليها. احنا يا دوبك ديت بتبقى ماده حافظه بس للحمه من اي اتربه من اي حشرات من اي حاجه، لكن اللحمه عندنا مظبوطه وجميله. وكمان بقى لو عندك سكينه رفيعه هتقطع حلو جدا. لو انت ليكي علاقه بقى باي سوبر ماركت عنده المكنه اللي بتقطع البسطرمه ممكن تاخدي البسطرمه اللي انت عملتيها ديت وهو يقطعها لك ويحطها لك في اطباق وتحطيها في الفريزر عادي.
عايزه اقول لكم ان القطعه الصغيره اللي انا قطعتها ديت والله يا جماعه قطعت لي كميه كبيره، عكس ما احنا بنشتريها خالص. يعني حاجه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. قلت لا بعد كده توبه ما انا اشتري بسطرمه من بره. وطبعا عايزه اقول لكم ان جوزي دقها وعجبته قوي قوي، قعد يقول لي جامده والملح بتاعها مظبوط وريحتها حلوه، وبجد تسلم ايدي يعني يا جماعه. فاتمنى ان انتوا تجربوها تعملوها في البيت. ممكن على فكره تجيبي كيلو، يعني مش لازم تجيبي اللحمه كيلو ونص. انا كنت جايبه اللحمه كيلو ونص لان انا عارفه جوزي بيحب البسطرمه جدا جدا جدا. فعملتها، قلت ايه ادام بقى هعملها يبقى اتعب فيها مره واحده وتقعد فتره معايا. فانتي لو بتاكليها كل فين وفين ممكن تعملي كيلو بس على قدك وخلاص على كده. واللحمه بتاعتها مستويه وبتتقطع على طول. اتمنى بقى الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم وتجربوا الوصفه، واللايك بتاعكم ده يا جماعه يعني بيشجعني اكتر ان انا انزل وصفات جديده. اتمنى ان انتوا يعني تعملوا لي لايك وكومنت كده تشجعوني بيه. وكمان لو عجبتكم الوصفه اعملوا شير مع كل اصحابكم وحبايبكم. وبكده يكون الفيديو بتاعي النهارده خلص. انا طبعا هبقى اعمل لكم بقى كده طاسه بيض بالبسطرمه اللي انا عاملاها، واقول لكم برضو الطعم عامل ازاي. اعمل لكم فيديو ريلز كده لمده دقيقه عشان اقول لكم برضو البسطرمه طعمها ايه مع البيض. وبس كده، واشوفكم تاني بفيديو جديد. باي باي.